شكلت دمشق بذاكرتي تشكيلة كلش حلوة. أنا أول سفرة من كنت صغيرة طلعت أول سفرة ركبت طيارة، كانت هي السفرة الأولى لدمشق، وصارت السفرات متتالية لدمشق، ماكو رحلة الشتاء والصيف. لفترات محددة كنت يعني أعيش بيها وأزورها وكنت أطلع من البرامكة للسوق الحميدية، أوصل للجامع الأموي، أرجع أطلع من سوق الحميدية أروح الباب توما، أرجع أمشي على الصالحية أفوت بجامعة دمشق. كانت هذه المنطقة يعني شكلت بذاكرتي أيام طفولة حلوة، وأيام يعني أيام أخرى حلوة. كنا نروح البلودان، عين الخضراء، الزبداني. دمشق بالنسبة إلي وطن ثاني، يعني الشام بالنسبة لي وطن مثل العراق. عندي بيها ذكريات كلش حلوة وجميلة. أشياء يعني يمكن كتابي الأول طبعته بدمشق. كلش أحب الشام، أنا كلش أحب بلاد الشام. قاسيون، الجبل الأجرد أعتبره من الجبال الجميلة. العصر أو بالليل لما تكون الأضوية يعني من تبين متناثرة البيوت على الجبل، وتكون الأضوية من عندها، ففتشي يعني فتشي. دائما أحلم للشرق الأوسط، أحلم لهذا الحلم الكبير أنه نعيش كل إحنا بسلام وطمأنينة للجميع، بالمحبة والطمأنينة والسلام، بكل ما نملك من تنوع عرقي وديني بكل الأطيافنا. يعني أتمنى يعني هذا حلم، هالشكل من أحلامي الكبرى دائما، أنه لا حرب في العالم ولا حرب في بلدان الشرق الأوسط، وأنه يعني يمر السلام على قليق يلقي بتحيته على هذه الأرض، يقول لنا مرحبا، هذه دمشق وهذا الكأس والراح. سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. سلامات للجميع.